سلامات يا راجل. الله يسلمك. تعرف انك ما تغيرتش ابدا. ولا انت. بقالنا قد ايه كده ما شفناش بعض؟ يجي 10 سنين اهو. لا يا شيخ، انا نفسي مش مصدق. وما تصدقش ليه؟ السنين بتفوت كده ورا بعضها ولا حدش حاسس بيها. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عمر. ما تقدرش تتصور قد ايه انت وحشني. مش قد يا كمال. الله الله الله، جرى ايه يا جماعه؟ انا نسيتك يا هدى. طبعا يا سيدي، ما هو المثل بيقول من لقى احباب ونسي اصحاب. انا اسف يا هدى، لكن لو تعرفي قد ايه عمر وحشني كنت عذرتيني. عذراك يا سيدي، عذراك. على وزن ريداك والنبي ريداك. عارف مين دي يا عمر؟ والله لسه ما حصليش الشرف. حضرتها الست هدى مراتي. كده تشرفنا يا فندم. وحضرته الاستاذ عمر رمزي، صديق الطفوله وزميل الدراسه. تشرفنا يا أستاذ عمر، ولو إن التقديم ده ملوش لازمة لأني أعرفك من زمان. يا تعرفيني؟ طبعا. هو كمال عنده سيرة غيرك، ليل ونهار مفيش في بقه غير عمر رمزي عمر رمزي، لدرجة إني عرفت كل شيء عنك قبل ما أشوفك. صحيح الكلام ده اللي بتقوله الست بتاعتك يا كمال؟ طبعا، مراتي عمرها ما تكذب. وعلى حسب كلامه عليك أعتقد إنك أحسن واحد في الدنيا. متشكر قوي، أخجلتم تواضعنا. يا أخويا ما تطلعش فيها قوي كده، دي بتجاملك بس. اخص على كده. والله يا شيخ أنا كنت فاكرها بتتكلم جد. أمال الست بتاعتك فين؟ سلوى؟ أيوة. زمنها جاية. أنا آسف إنها مش هنا علشان تستقبلكم، إنما بقى أهو الحاضر يسد. ليه؟ هي راحت فين؟ والله نزلت لحد مصر تشتري شوية حاجات وزمنها جاية. انت هتقول لي عارف الستات، عارفهم كويس. لا والله ما انت عارف حاجة. ازاي؟ انا كنت فاكر زيك كده لحد ما اتجوزت واتضح لي اني جاهل في مسألة الستات دي خالص. تشربوا حاجة ساقعة ولا حاجة سخنة يا سيد؟ لا سخنة ولا ساقعة، مفيش داعي. عن إذنكم أما طل من الشباك ده. اتفضلي يا فندم. عندكم جنينة بديعة قوي. كل فيلات المعادي حواليهم جناين بديعة قوي. أفندم. أعمل لكم قهوة يا هدى هانم؟ لا أبدا، مفيش لزوم. طلعت الشنط بتاعتهم فوق يا سيد؟ أيوة يا فندم. طيب اطلع وري لهم اوضه الضيوف. اطلع انت معاه يا هدى وسيبيني اقعد شويه مع عمر. لازم عايزين تتكلموا عن ذكرياتكم القديمه مش كده؟ لا ابدا، لا ذكريات ولا حاجه. على كل حال من صالحكم انكم ما تتكلموش في الموضوع ده ابدا، وخصوصا بعد ما اتجوزتوا وبقيتوا عواجيز. اطمني قوي من الناحيه دي. طيب عن اذنكم، يلا يلا يا سيد. مبروك يا كمال، مبروك بالفم المليان. مبروك على ايه يا اخوي؟ على الست بتاعتك، يظهر انها طيبه وبنت حلال. بعد ما عندكم. اظن ما فيش داعي اسالك ان كنت مبسوط في حياتك الزوجيه ولا لا. فعلا مش ضروري تسال، انا سعيد جدا والحمد لله. يعني صبرت ونلت. احمد ربنا واشكر فضله. الواحد عايز ايه من الدنيا غير زوجه جميله وطيبه ولطيفه وبنت حلال؟ الحمد لله. وانت كمان الست بتاعتك ما تتخيرش عنها ابدا، مال وجمال واخلاق مفيش بعد كده. قصدك سلوى يعني؟ طبعا. ايوه صحيح. مش صورتها دي؟ ايوه هي. اصلي ما شفتهاش الا مره واحده بس يوم فرحك. من بختك يعني، قصدي يا بختك، يا بختك بمراتك يعني. الحقيقه الفضل لله، احنا الاتنين موفقين في جوازنا جدا. احكم على نفسك بس من فضلك. الله، ايه الحكايه؟ انت مش مبسوط؟ مبسوط بالعكس، مبسوط قوي قوي، مبسوط جدا. بس يعني ايه؟ مفيش حاجة. انت هتخبي عليا يا عمر؟ هو انا غريب؟ خلينا نتكلم في موضوع تاني مش احسن؟ غريبة، ده انا كنت فاكر انك اسعد زوج في الدنيا. من جهة السعادة فانا سعيد والحمد لله، بس يعني مش اسعد زوج في الدنيا زي ما بتقول. ليه يعني؟ خد لك سيجارة. متشكر. قول لي بقى ايه الحكاية؟ ويا شيخ سيبك ولع. سلوى كويسة ما فيهاش عيب، اللهم إلا عيب واحد بس. وإيه هو العيب ده؟ لما تطلع في تقليعة تنسى نفسها وتنسى جوزها وتنسى بيتها وتنسى كل شيء. كده؟ أيوة يا سيدي. إزاي الكلام ده؟ أنا هضرب لك مثل. اتفضل. أنت فاكر الصيف اللي فات لما بعتنا لك قلنا لك إن إحنا جايين عندك في بورسعيد نقعد كام يوم؟ فاكر. وبعدين بعتلي تلغراف قبلها بيوم قلت لي ان عندك شغل كتير ومش مالك تاخد اجازة.
كنت بكذب عليك. يعني ما كانش عندك شغل وقتها؟ ابدا، وكنت في الاجازه كمان. الله، امال ما جيتوش ليه؟ انا هقول لك. في الوقت ده كانت سلوى غاويه تشوف البخت بالكوتشينه. طب وش جاب ده لده؟ قبل ما ننوي نسافر بيوم كنا محضرين الشنط، وبعدين صاحبتنا دي فتحت الكوتشينه قدامها وبصت فيها ومصمصت بشفايفها وقررت اننا مش مسافرين. ليه يا ستي؟ القطر هينقلب بينا. ازاي؟ مكتوب كده في الكوتشينه. لكن ده كلام فارغ، ده جنان. اهو ده اللي حصل. الله، طب ما جيتوش تاني يوم ليه؟ برضه كان في خطر في السكه، وفضل الخطر ده 3 اشهر. يعني كان الصيف فات وانتهى. عليك نور. وبعد كده يا سيدي زهقت من حكايه الكوتشينه، قامت سابتها. الحمد لله. لسه استنى شويه عليا. فيه ايه تاني؟ فاكر يوم من الايام بعت قلت لنا انك هتيجي عندنا انت والست بتاعتك تزورنا؟ فاكر، وصلني جواب منك بتقول فيه اجلوا الزياره دي لان عندك تيفود وخايف علينا. مظبوط، اديك فاكر اهو. سلوى هي اللي عيتني بالتيفود. قصدك انها كانت عيانه وانت اتعديت منها؟ لا، هي اللي قالت لي اعلبي التيفود وابعت قول لهم ما يجوش. يعني ما كنتش عيان؟ ابدا، انما حجه بس علشان ما تجوش. انا لا كان عندي لا تيفود ولا تيفوس ولا حاجه من دي. طب وايه السبب؟ مش عايزانا نيجي ليه؟ ما كانش عندنا خدامين في الوقت ده، كانوا كلهم طلعوا. كلهم؟ ليه؟ ما قدروش يعيشوا على الجزر والقوطه والخس والجرجير. قصدك تقول ان مراتك نباتيه من الجماعه اللي بيعيشوا على النبات؟ كانت نباتيه فعلا، بس لمده 12 يوم. يا اخي دي مده بسيطه قوي. اسمع. نعم. ما عمركش اكلت ضفادع بالتقليه؟ ضفادع بالتقليه؟ ايه عمري. احمد ربنا على كده، احنا كلناها 15 يوم ورا بعض. ودي تبقى طعمها ايه دي؟ بكره ولا بعده اخليها تعملها لك. لا 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 لا، اوعى تعملها، اوعى. ومره كمان يا سيدي مسكت لي حكايه الجمباز. جمباز؟ ايوه يا سيدي. تدور لي الراديو على اخره من الفجر وتبتدي تشتغل شهيق زفير شمال يمين شمال يمين شمال، وقعدت على كده 3 اشهر. لا حول الله، لا حول الله. والله انت صعبان عليا يا عمر. بخت كده، اسمتي السودة، اعمل ايه؟ وغير ده بقى كتير كتير يطول شرحه. لكن دي ما تبقاش عيشه دي وانت ساكت على كده. اعمل ايه يا كمال؟ ما فاضلش غير بقى اني اضربها، وده شيء يعني مش هيحصل ابدا لان عمري ما ضربت واحده ست. لا لا لا، مش قصدي. ما هي دي الطريقه الوحيده اللي لسه ما جربتهاش وياها، طريقه الضرب دي. ما كنتش اتصور ابدا انك تعبان للدرجه دي. والمصيبه بعد ده كله اني بحبها. طبعا ده شيء بالعقل، ولا ما كنت سكت لها. انما لازم نشوف لك علاج. تشوف لي انا ولا تشوف لها هي؟ كله كوم، والضفادع اللي بالتقليه دي كوم. كل ما افتكرها روحي بتسوق. دي لذيذه قوي، بكره تدوقها. طيب واليومين دول بقى ما هياش طالعه في تقليعه جديده؟ ايوه، امال تناسخ الارواح. تناسخ الارواح؟ وده يطلع ايه ده كمان؟ دي نظريه بتقول ان ارواحنا دي كانت ارواح ناس قبلينا وماتوا. فمثلا لو بحثت عن روحك تلاقيك كنت حمار قبل كده. حمار؟ ايوه، مثلا يعني وايه كمان؟ ولما تموت بعد عمر طويل وروحك تطلع، تقوم تدخل في جسم مولود جديد. فمثلا ان كانت اعمالك كويسه وراجل طيب، تقوم تتولد من جديد في بيئه محترمه وتتهنى بحياتك الجديده. طب وان كنت راجل مش كويس؟ تتولد بقى كلب، فار، خنزير، وحياتك الجديده تبقى زفت في زفت. اخس، الله يخيبك. مثلا يعني. طب ومش جايز ان روحي دي كانت روح امبراطور من بتوع زمان؟ كل شيء جايز. لكن مين اللي خلاها تعتنق النظريه دي؟ اعتنقتها عن طريق واحده صاحبتها يا سيدي. وعلى كل حال دي غيه ما تضرش ما دام بعيده عن مساله الاكل. ايوه، والضفادع اللي بالتقليه. والنهارده بالذات معزومه على الغداء عند واحده صاحبتها من بتوع تناسخ الارواح، اسمها رمزيه عبد العال. اسمع يا عمر، انا متهيألي ان مراتك دي عندها هفه. كنت فاكر كده انا، انما اتضح لي بقى غير كده. لكن دي اعمال مجانين. على كل حال ما تجيبش السيره دي قدامها لما تيجي. لا لا لا، طبعا طبعا.
يظهر سلوى جت اهي. ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيكم يا جماعه؟ الله يسلمك، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحمد لله وسهلاً على السلامه يا سلوى استاذ كمال. انا قابلت الست بتاعتك في الصاله وتعرفنا ببعض. انا اسفه قوي علشان ما كنتش هنا وقت ما جيتم. بالعكس احنا اللي اسفين علشان طبينا على غفله من غير ما نبعت لكم. بالعكس بالعكس، ده بيتكم ومطرحكم، مش كده يا عمر ولا ايه؟ طبعا طبعا، لكن انت ايه اللي اخرك؟ ده انا افتكرت ان الموتور بتاع العربيه جرى له حاجه في السكه. لا 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 ابدا. على فكره والنبي يا عمر ما تبقاش تنسى تشتري سجاده جديده للعربيه. إيه؟ سجاده؟ احنا لسه شارين العربيه سجاده الجمعه اللي فاتت. ما انا عارفه، لكن اعمل ايه؟ الكلاب قطعوها. انت عندك كلاب يا سلوى هانم؟ لا لا، اصلي دي تبقى كلاب واحده صاحبتي اسمها رمزيه. يا سلام يا عمر لو شفتهم في غايه الجمال. واحد اسمه لولو والتاني اسمه لاكي والتالت اسمه فيدو والرابع ريكس. لما يلعبوا مع بعض يا سلام يبقوا جنان. فعلا جنان. انت شفتهم يا حبوب؟ لا ما شفتهمش، انما ظاهر من كلامك انهم جنان جنان خالص. ميرسي يا حبوب. وارجوكي تقولي لرمزيه بتاعتك دي ما تحطش كلابها في العربيه مره تانية. الله، انت زعلت يا ريري. على كل حال هي ما حطتهمش في العربيه. الله، امال مين؟ انا اصلي مريت عليها في سكتي وخدتها معايا. وخدتيها لوحدها ولا جرجرتي وراها الاربع كلاب؟ لا جرجرتهم هي وياها، امال يعني هتسيبهم لمين؟ تصور انها اشترت النهارده 15 جعران و14 خاتم فاروز و12 تمثال من بتوع قدماء المصريين. ليه؟ هتعمل بيتها متحف؟ وطبعا عزمت عليها اوصلها بالعربيه. الله، لكن الاستاذ كمال وهدى هانم واقفين ليه؟ مش تقعدوا؟ الله يجازيك يا عمر، خلتني نسيت اقوم بالواجب. اتفضلوا اتفضلوا. انا اسفه جدا عشان ما قدرناش نسافر لكم في الصيف اللي فات. عمر كان عنده تيفوس. قصدها تيفود. ده انا كنت حمود. ايوه تيفود، سوري. ده انا هشبعكم فسح. تحبوا تتفسحوا فين بقى؟ استنى عليهم بس لما يستريحوا من السفر. هدى بتحب التمثيل وده مش موجود عندنا في بورسعيد. لا لا، تمثيل ايه؟ انا كنت بفكر في حاجة اهم من كده. من حسن الحظ ان مصر مركز نشاط من كل نوع، وخسارة تفوتهم عليكم فرصة زي دي. فرصة ايه؟ انا شخصيا مهتمة في الوقت الحاضر بموضوع تناسخ الارواح. تناسخ الايه؟ الارواح. اسكتي يا هدى هانم، انا عثرت على القية. في واحد اسمه الدكتور معتوق فاتح عيادة في السيدة زينب، يعتبر مرجع في المسألة دي. سلوى، كمال والست بتاعته تعبانين من السفر ولا عندهمش وقت للكلام الفارغ ده. لا لا لا، بالعكس ده موضوع لطيف جدا. ميرسي. يا ريتك كنت معانا النهارده يا عمر وسمعت بودانك نتيجة البحث اللي قام به الدكتور معتوق. بحث ايه كمان؟ بحث خاص بالماضي بتاعي انا ورمزية. مسكينة رمزية، ما تقدرش تتصور قد ايه عيطت مسكينة لما عرفت ان جوزها مات وهو صغير. هي متجوزة؟ لا لسه بنت. امال جوزها مات وهو صغير ازاي؟ اصل الدكتور معتوق لما بحث في ماضيها اتضح انها كانت زمان نفرتيتي. نفرتيتي؟ ما شاء الله. وزي ما بيقولوا في التاريخ كانت متجوزة اخناتون. هي مين؟ رمزية كانت متجوزة اخناتون؟ لا نفرتيتي. مسكينة اخناتون سابها وهي صغيرة، ملحقتش تتهنى بيه يا حسرة. وعلشان كده اشترت الجعارين والخواتم والتماثيل والى اخره يعني. طبعا اصل الدكتور معتوق بيقول ان الواحد لازم يحيط نفسه بالجو اللي كان عايش فيه زمان. شفت بقى يا سي كمال؟ شفت يا سي عمر. ولذلك رمزية اشترت الجعارين والتماثيل علشان تعمل لنفسها أوضة في البيت وتفرشها على النظام الفرعوني. ما اشترتش لنفسها تابوت ليه؟ بعدين مش دلوقتي. وبلاش تريقة من فضلك، أحسن نكتك بقت بايخة اليومين دول ولا لهاش طعم. زي الضفادع تمام اللي بالتقلية. مالها؟ عمرك انت كلت زيها؟ اديك كنت هتاكل صوابعك وراها. معلوم من حلاوتها. ناس كتير بتعتنق نظرية تناسخ الأرواح دي. أنا شخصيا سمعت عن واحد كان فاكر نفسه نابليون، إنما الحكمة اللي شافوه ما قالوش إن عنده تناسخ أرواح، قالوا عليه مجنون. وهنروح بعيد ليه؟ أنا بنت عمة أبويا ماتت في مستشفى المجاذيب وهي بتعتقد إنها كليوباترا.
كليوباترا؟ أما مصادفة غريبة. طبعا دي كانت مجنونة، فمش معقول أبدا إنها يعني فاهمة، إنما أنا بقول دي مصادفة ليه؟ أصل الدكتور معتوق قال لي النهاردة بس إني كنت زمان أنا كليوباترا. كنت ايه؟ كليوباترا، الله فيها حاجة دي؟ لا ابدا، ما فيهاش حاجه. ولما تبقي انت كليوباترا ابقى انا ايه؟ انطونيو؟ كل شيء جايز. على كل حال تقدر تخطف رجلك للدكتور معتوق وهو يبحث لك عن أصلك ويدلك عليه، ولا إيه يا هدى؟ أنا في الحقيقة مش فاهمة. لا أنت ولا جوزك ولا جوزي تفهموا في الحاجات دي عاوزة دراسة طويلة.